اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده موضوع مهم جدا جدا جدا، وحاجه ظهرت فجأة كده قلبت الدنيا خالص. يعني مش عارف بقى احنا مستعدين لحاجه زي كده ولا لا، ولكن زي ما انا كاتب كده في العنوان، الشعره اللي موجوده ما بين التمييز ما بين ان الحاجه دي AI او مش AI اختفت. بص يا سيدي، دلوقتي في نوع جديد من موديلز فلوكس، او نوع تمرين جديد او فاين تونينج جديد للموديل بتاعت فلوكس، اسمه حاجه اسمها دي ستيل. دي ستيل ديت بتمرن الموديل انه يفضل كونسيستنت كل جزء 1024 في 1024، انه يفضل محافظ على نفس الديتيلز اللي فيه، بس يركز على التكتشر، السكين تكتشر والكلوز، اي حاجه ليها علاقه بالتكتشر من غير ما يغير الاساس بتاع الصوره. ايه الرغي اللي انا بقوله ده؟ شايف الصوره اللي قدامك دي؟ لو انا عملت كده تقدر تقول ان دي AI. انا اللي انا زومته كده، انا مزوم اكس 32 مثلا. هل ده تقدر تقول عليه AI لو شفت الشعر بالشكل ده كده او التفاصيل بالشكل ده كده؟ ما اعتقدش، الا بقى لو انت حد يعني هتقعد تعد مسامه مسامه. فتخيل ان الصوره دي كده AI. طيب تعالى اوريك مثال تاني، صوره زي دي كده بالتفاصيل دي AI. مثال كمان، دي تفاصيل اقل بس الصوره تحس انها رياليستيك جدا جدا جدا. عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، زي ما انا قلت قبل كده، في حاجه عندنا اسمها دي ستيل، حاجه جديده او ريفاينر جديد لموديلات فلوكس، عندها القدره انها تحافظ على الكونسيستنت في انك انت تقدر تابجريد او تعمل اب سكيل للصوره اب تو 32K بنفس التركيب، يعني بنفس نفس الستايل بتاع الصوره، بس يركز انه يفاين تون ايه السكين والتكتشر. حلو جدا. وزي ما انت شفت كده قبل الانترو، التفاصيل اللي موجوده في الصور تعتبر مخيفه. طيب ازاي نبدا نشتغل بالموضوع دوت؟ الموضوع سهل وبسيط. الفيديو النهارده ان شاء الله مش هيبقى طويل لان الموضوع شبه شارح نفسه. وطبعا لازم تبقى انت عارف كون في يو اي. لو انت مش عارف كون في يو اي، حاول انك انت تشوف الكورس، هو عباره عن 4 فيديوهات في البلاي ليست بتاع كون في يو اي، هتلاقيها موجوده في الديسكربشن كالعاده. جميل، يلا بينا نبدا. بص يا سيدي، اول حاجه انت مطلوب منك تنزل الموديل دوت. هم عندهم 2 موديل هم شغالين عليه دلوقتي، اللي هو هيبقى مخصص للفيميل كاركتر، والموديل بتاعهم اللي هو دلوقتي ده الموديل العام، بس التركيز فيه على الميل كاركتر اكتر. فانت دي يعني هي دي النقطه اللي هو، لكن انا جربت فيميل وجربت حيوانات وجربت الحاجات دي كلها شغال. ولو انت نزلت تحت كده وشفت شغل الناس هتلاقيهم بيعملوا بيه حاجات مختلفه كمان عن الجزء ده، ولكن هو متركز اكتر على الجزء بتاع الميل او الرجال عموما اللي هم شغالين عليه، بيقولوا هيخلصوه بكره. طيب الموديل اللي انت هتنزله في عندك ال 22 جيجا، ده الموديل الاف بي 16، ده الموديل الاف بي 8 اللي احنا هنستخدمه، اللي هو ال 11 جيجا ده اللي احنا بنستخدمه دلوقتي في الفيديو دوت. تقدر تحملهم، الفرق ما بينهم غير ملحوظ بالمره، انا ما لقيتش فرق. بعد ما انت بتحمل الموديل دوت، زي ما احنا متعودين بندخل على كونفيو اي هنا وندخل جوه موديلز، وعندك المكان اللي بتحطه فيه لا اما جوه يونت، انا هنا حاطه جوه يونت، اوكي، هو الفايل فولدر بتاع فلكس سيجما الاف بي 8 دوت، او انك انت تقوم جاي حاطه جوه ديفيوجن موديلز. المكانين ما فيهمش مشكله، المكانين بيظهروا جوه الجهاز. طيب انا دلوقتي حملت الجزء الاولاني، ايه الحاجه الثانيه اللي انا عايز احملها؟ سهله جدا، تدخل هنا بقى على المكان اللي فيه الورك فلو. الورك فلو هو طالب منك تحمل الحاجات دي كلها، بس انا بقول لك ما تحملش ولا حاجه من دول. اسمع بقى مني واعرف ازاي هننهانس الورك فلو دي انها تشتغل بمزاجنا. ولو انت اوريدي كنت شغال بفلكس، يبقى تقوم جاي محول من فلكس دي على طول من غير ما تحمل كل واحده. دول مساحتهم 10 جيجا، فانت اوريدي لسه محمل 11 وتحمل 10 جيجا كمان، يبقى حرام عليا انا. بس انت هتحمل الاثنين لورا دول، كل واحد فيهم 600 ميجا، علشان بتساعد في سرعه الموديل، وبتساعد في ان الجوده تطلع كويسه. فانت حمل الاثنين موديل، الاثنين لورا دول، اوكي. نيجي للورك فلو. اول لما انا بدوس داونلود هنا، بفتح الورك فلو عندي في كونفيو اي زي ما انت شايف كده. الورك فلو ديت سهله جدا وبسيطه جدا. الجزء الوحيد بس اللي مختلف هو الجزء بتاع الموديل. انت دلوقتي بتحط الموديل هنا، بتحط الفي اي هنا، وبتيجي عند الجزء ده. هو ده الجزء بقى التريكي شويه، وده اللي هنشتغل عليه شويتين ثلاثه.
انت دي هتبقى موجوده، وبيقول لك تقدر تسويتش ما بين التريبل وما بين الديول. فاحنا هنشتغل بالديول زي بالظبط فلوكس، وما كانش فيه اي فرق او اي مشكله خالص في اللي احنا بنعمله ده. هتستخدم ال T5XX FB16 والكليب اي، عايز تستخدم ال FB8 مفيش ادنى مشكله، انت وامكانيات جهازك. بس امسح بقى اللي كانت موجوده قبل كده. انا هشغل التفاصيل، انا عارف انها بتبقى سباكيتي قوي في نفسها، بس برضه عشان تبقى انت عارف مين رايح فين. انت مش هتعمل اي حاجه، انا بس بشرح لك اماكنهم ايه، وهتقوم جاي حاطط اللوره بتاعتك الاولانيه واللوره بتاعتك الثانيه، وتقوم جاي مشغلهم هنا وحاططهم بالارقام اللي هو حاططهم ديت مرتين، مره هنا ومره للاب سكيل. بس يا سيدي ده كده كل ما يخص، مش هتغير حاجه تاني. ويفضل انك انت شغال على 1024 في 1024 كبيز، اللي هي البيز ايمج هنا، ما تزودش عن كده. لانك انت لو زودت عن 1024 في 1024 بيبدا ان الصوره في الاب سكيل بتاخد وقت اطول، وممكن تطلع الصوره مش كويسه وكده. ولكن دي كده الصوره العاديه البيز ال 1024 في 1024 تعتبر كويسه نسبيا، ولكن ما فيهاش اي تفاصيل. نيجي بقى ندخل عندك تريكتين وانت بتحدد هنا، تعمل اب سكيل 1 او اب سكيل 2. اب سكيل 1 ده اب تو 4، اب سكيل 2 اب تو 16. جميل. فانت ده بيرجع لك انت عايز الريزولوشن. يعني مثلا الصوره ديت 8192 دي اللي معموله باب سكيل 2، وزي ما انت شايف النتائج فظيعه. انما دول دي ودي معمولين باب سكيل 4 عادي خالص. حلو كده، نرجع تاني. طيب بعد ما احنا خلصنا الكلام ده كله وظبطنا الحاجات بتاعتنا هنا، انت عندك السلايدرز، يعني لو عايز تغير في حاجه غير، مفيش مشكله. لو انت فاهم ازاي الحاجه دي بتشتغل جرب فيها. دوت الجزء بتاع الديتيلز اللي بيضيف ديتيلز من دايموند ديتيلر. فانت عندك ديتيل دايموند هنا تقدر تغير فيه. لو انت عندك سلايدرز هنا، انت اللي انت بتغير فيها بس هو الديتيل اماونت، ما تغيرش في حاجه تاني. جميل. طيب ده كده بالنسبه للجزء ده. تعال بقى للجزء بتاع الاب سكيل. هنا الجزء تريكي شويه، لان اللي هنا في الاب سكيل موديل هو بيقول لك استخدم الترا شارب. انا استخدمت الترا شارب وطلعت الجوده مش احسن حاجه. جميل. فانا بريكومند، عندك الاسم اهو تقدر تقراه وتقدر تحمله. لو انت كتبت فور الاكس 4 ان ام كي دي دوت هتلاقيه موجود على اي ويب سايت اب سكيلر، او بحطه في الديسكربشن. اوكي. دوت الاب سكيل الحلو جدا، مساحته ما بتعديش ال 200 ميجا. يعني الاب سكيلرز دول كلهم مساحتهم ما بتبقاش كبيره، ولكن ده بيطلع جوده كويس قوي قوي. تعال اوريك بقى. ده كده الاب سكيل ل 2 اكس. بص الجوده، ده قبل وده بعد في كله بقى. بص ده كده 2 اكس. فانت ممكن تقول انا 2 اكس ومرضي، انا كده 100 100. جميل. بس تعالى بقى بص. وبص الحته دي كل التفاصيل بترجع تاني بيريتين. هو ده الحلو في الموديل ده، انه في الجزء بتاع الاب سكيل بيحافظ على اساس، يعني وش الراجل ما اتغيرش اهو، نفس الراجل بس بقى فيه ديتيلز اكتر. تعالى بقى اوريك الريزولوشن بقى على عالي قوي. بص اصلا وانا بزوم الدنيا منك. بص انت شايف التفاصيل بتاعت الشعر، التفاصيل بتاعت السكين. بص عند الراس حاجه مخيفه، يعني حاجه ربنا يستر. طيب زي ما انت شايف حتى بص، لان هو هنا بي اب سكيل من الاب سكيل 2 لاب سكيل 16. يعني هو مش بي اب سكيل من القديمه، ده بي اب سكيل من الجديده. جميل. وزي ما انت شايف كده حاجه يعني تحفه. ده كده كل حاجه بخصوص الموديل، بخصوص ازاي تستخدمه. انا لو انا دوست مره كمان كيو انا وانتوا الفيديو هياخد له بتاع، يعني بص الاب سكيل ده خد 791 ثانيه. يعني قول مثلا قول 600 ثانيه، يعني خد 10 دقائق. 10 دقائق عشان بس ورثت. يعني بص الصوره طالعه عامله ازاي، الصوره طالعه الديتيلز اللي فيها فظيعه. 10 دقائق 10 دقائق. لو انا بستخدم ديت دلوقتي كريفرنس لشيء ما، او ان انا بستخدم دي بورتري، او ان انا ممرن لوره ما على شخص ما وعملت له صوره بالجوده دي كده، ده يعني تتباع له ب $100 الصوره مرتاح جدا جدا جدا. يعني احنا اوريدي شغالين على حاجه زي كده. ف جيف ات تراي، جرب. طبعا الحاجات دي كلها مش عايز اقول بقى ان هي محتاجه كمبيوتر عالي، محتاجه جهاز كويس.
يعني ما تنزلش الحاجه كلها الا وانت متاكد ان الجهاز عندك يقدر يرن الحاجات دي كلها. الريكوايرمنت بتاعه الموديل ده لازم يكون عندك كارت شاشه 12 في رام فيما فوق. ايه هو الفي رام؟ الفي رام اللي بيبقى مكتوب على كارت الشاشه، مش الرام بتاع جهازك. بمعنى انك انت لازم يبقى عندك 40 70 12 جيجا تمام فيما فوق، 30 80 تي اي 12 جيجا فيما فوق. ما تنزلش الموديل وتضيع داتا لو انت ما عندكش امكانيات كويسه. جميل. بس عشان ما اطولش عليكم وازعجكم اكتر من كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. بشكر كل اعضاء باتريون على دعمهم المستمر، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.